السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم طريقة زراعة الحرنكش بكل سهولة إن شاء الله. كل اللي إحنا محتاجينه هو الحرنكش، يعني ثمرة حرنكش واحدة كفاية لزراعة عشرات الأشجار من أشجار الحرنكش. الحرنكش شجرة طولها حوالي 90 سنتي تقريبا، تراوح طولها من بين 60 ل90 سنتي، يعني مش طويلة قوي. دائمة الخضرة، زراعتها سهلة جدا. ده الثمار بتاعتها طعمها جميل جدا طبعا. حتى لو احنا رحنا واشترينا الحرنكش ولقينا بذرة بايظة زي ما انتم شايفين كده، ثمرة بايظة اقصد، بناخد الثمرة البايظة بس وهنتعلم طريقة زراعتها، لان دي بتكون مستوية جدا فبالتالي باظت. فدي بتكون سهلة جدا في زراعتها، بتكون البذور مستوية إلى أقصى الحدود. ده شكل البذر بتاعه، شايفين شكله بذر صغير جدا ما شاء الله. زراعتها سهلة جدا، زي ما قلت لكم هي ثمرة واحدة بس تكفي. طبعا التربة بتاعتنا زي ما اتعودنا تربة تكون خفيفة، تربة رطبة. طبعا بنجيبها بنحفر جزء بسيط وبنحط فيها مجموعة البذور بتاعتنا. ممكن كمان نجيب ثمرة تانية ونشوف اللي هيطلع في الآخر. بعد كده عادي ممكن ننقل الشتلات دي ان شاء الله. بعد ما تطلع تابعونا لنهاية الفيديو هنشوف كل حاجة عن الشتلات دي. بعد ما تطلع بننقلها في الارض، يفضل اساس كبير، ممكن جيركن 20 لتر يكفي لشجرة او اتنين، او نزرعها في الارض الدايمة ان شاء الله بتنجح، زراعتها ناجحة جدا. طبعا بعد كده بنرطب التربة لحد ما تتبل بالكامل، وان شاء الله تابعونا لنهاية الفيديو بإذن الله. هنشوف النتيجة بعد ما بيكمل. ممكن لو الجو بارد شوية، لو في مكان فيه برودة، ممكن نغطيه بكيس بلاستيك. لو الجو كويس يبقى نتابع بالري باستمرار. أول ما التربة تنشف نبدأ نروي على طول، وإن شاء الله هنشوف النتيجة مع بعض. وادي الحرنكش اهوت بعد مرور أسبوعين عليه. شايفين نسبة الإنبات عالية جدا ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا لو اتبعنا الخطوات اللي قلت لكم عليها هينجح معاكم بإذن الله. كده احنا عملنا الشتلات بتاعته اهي. في الوقت ده بنقدر ننقله لمكان اكبر، السيس او للتربة الدايمة. إيه، الحمد لله طريقة زراعته سهلة جدا. اهم حاجة الري بانتظام، التربة تكون خفيفة، تربة كومبوست يفضل. طبعا البذور نحطها كويس او نبذرها كويس، وان شاء الله لو اتبعنا الخطوات دي مع بعض هتنجح معانا وهنستفاد بإذن الله. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. في النهاية ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس دعما لنا للاستمرار وتقديم المزيد، وطبعا شير للفيديو عشان الكل يستفيد. شكرا لمتابعتنا.